بعت نفسي علشان بس أحس بالمتعة. مساء الخير على أحلى متابعين قناة سيلا الأمارات. على فكرة، قصة النهاردة حقيقية 100%. بتقول صاحبة القصة: أنا بعتالك رسالتي مش بس علشان حس إني تايهة وضيعة، أنا بعتالك علشان كل بنت تسمعني تاخد بالها وتعرف إن الطريق ده آخره الهلاك. أنا اسمي ملك، عندي 19 سنة، في سنة تانية كلية طب. بصي، أنا مش عارفة أرتب كلامي، وعلشان كده هحكي الحكاية من أولها، من وقت ما كنت لسه طفلة لسه داخلة مرحلة التعليم، بتتعلم القراية والكتابة، واللي أهلها زرعوا جوه عقلها من الوقت ده إنها لازم تكون دايماً ناجحة في الدراسة علشان تبقى الدكتورة ملك اللي يتشرفوا ويفتخروا بيها قدام كل الناس. وبرغم سني الصغير، بس مش عارفة ليه حسيت من وقتها بمسؤولية كبيرة فوق كتافي، مسؤولية إني لازم أجتهد وأشد حيلي علشان أقدر أحقق حلم أهلي فيا. أيوة، حلم أهلي، لأني وقتها ما كنتش لسه أعرف أحلم، وبدأت رحلتي في التعليم تحت ضغط رهيب ومذاكرة ليل نهار. تصدقي إني عمري ما فكرت ألعب زي باقي الأطفال اللي في سني أو حتى اللي أكبر مني؟ كنت بخاف أضيع وقتي في اللعب وأفشل وما أقدرش أكون الدكتورة ملك، الكلمة اللي أمي وأبويا كانوا بيقولوها لي في وسط أي جملة. منكرش إنهم هم كمان كانوا بيساعدوني في رحلتي دي. لما دخلت الثانوي وبدأت المسؤولية تكبر أكتر، ما أنا خلاص دخلت مرحلة تحديد المصير. وقتها أهلي كانوا مهيئين للجو تماماً علشان أركز بس في مذاكرتي، لدرجة إنهم كانوا منعين أي حد يجي يزورنا في البيت بحجة إني ثانوية عامة ومحتاجة تركيز. حتى منعوا عن نفسهم أي رفاهية علشان يفضلوا جنبي. طلباتي في الوقت ده كانت أوامر، بس طبعاً طلبات في حدود المذاكرة والدروس. غير كده ما كنتش أنا كمان عندي رفاهية إني أفكر في شيء تاني. معلش طولت عليكم، بس صدقوني كل كلمة بحكيها دلوقتي مهمة جداً للي حصل بعد كده. بعد لما خلصت الثانوية العامة وجبت المجموع اللي يدخلني كلية الطب، طبعاً أنا كده خلاص عملت اللي عليا وحققت الحلم. بس بسبب رقم صغير في النتيجة، كان من نصيبي إني هكون في محافظة تانية غير المحافظة اللي أنا منها. مش مهم، المهم إني قدرت أحط رجلي على أول سلمة للقب دكتورة، ودخلت كلية الطب. ومنكرش إني أنا كمان كنت فرحانة ومبهورة بالعالم الجديد اللي دخلته. فاكرة يوم لما وصلت الكلية وأنا داخلة من بابها، كنت سامعة قلبي بيدق من كم التوتر والحماس اللي كنت حاسة بيهم. ما كنتش حاسة بدخولي للكلية إني دخلت مجرد مرحلة تعليمية جديدة، كنت حاسة إني دخلت عالم مختلف تماماً عن أي حاجة عشتها قبل كده. ناس مختلفة في لبسهم، شكلهم، وطريقة تعاملهم. أنا بالنسبة ليهم كنت طفلة. أيوة، طفلة في كل تصرفاتي مقارنة باللي كنت بشوفه. اتعرفت على مجموعة بنات في السكن وزمايلي في الكلية، كانوا أكبر مني بسنة وسنتين. ولما بدأت أشوفهم بيتعاملوا إزاي بره وجوه الجامعة، بدأت أحس بالاختلاف وحاولت أتغير. أول تغيير حصل لما سمحت لنفسي إني أتكلم مع زمايلي الشباب. في الأول كنت خايفة، لكن علشان ما أشوفش في نظراتهم إني قفل أو علة، بدأت أتجرأ لحد ما بقيت بتعامل مع نص شباب الكلية، مش بس اللي في دفعتي، لأ، واللي أكبر مني كمان. كنت بضحك وهزر في مواضيع كتير، كنت فاكرة إن دي هي الحياة. لحد ما ظهر محسن، كان في سنة رابعة وأنا لسه في سنة أولى. كان سهل عليه يقتحم حياتي بكلام أول مرة أسمعه، كلام حلو يخلي البنت تشوف نفسها أنثى وتسرح في جمالها. صدقته وتعلقت بيه، وكنت مستعدة أعمل أي حاجة علشان ما يسيبنيش. طلب مني نقعد لوحدنا بعيد عن دوشة الشلة. لما سكت هددني بالبعد وقال: لو بتحبيني هتثقي فيا. ومن غير تفكير سلمت له المفتاح اللي قدر يستغليني بيه. رحت له بيته وأنا فاكرة إني بثبت له حبي. هناك وتحت تأثير سحر كلامه حصل اللي حصل. الغريبة إني وقتها ما حسيتش إني بعمل حاجة غلط، كنت زي المسحورة.
وبدأت الحكاية تتكرر وبدأ هو يتغير. بقى مستعجل دايما يخلص وقته معايا ويتحجج بأي مشوار علشان ينزلني. وقضيت السنة كلها على الحال ده لحد ما جت النتيجة وشلت السنة كلها. وقعتي كانت قوية، أهلي اتصدموا، بس صدمتهم كانت في الفشل الدراسي مش فيا أنا. ما سألونيش حاسة بإيه، كان كل همهم الدكتورة سقطت. وفي الأجازة كنت بكلم محسن، وقبل ما أقفل الخط سمعت صاحبه بيقوله: يخرب بيتك أنت ما بتعتقش، كلهم نفس الكلام. رد عليه محسن ببرود: يا عم هو الكلام بفلوس، كلمتين حلوين وباخد قصادهم كل اللي أنا عاوزه. ساعتها حسيت قلبي بيتكسر، حسيت إني رخيصة، رخيصة قوي، بعت نفسي بكلمتين بيقولهم لكل البنات. من الصدمة وقعت من طولي، وفي المستشفى كانت الكارثة اللي قطمت ظهر أهلي لما الدكتور قال إني حامل في الشهر التاني. كنت عايزة الأرض تنشق وتبلعني. أبويا ما قدرش يبص في وشي وسابني ومشي، وأمي فضلت تبكي بحرقة على بنتها اللي كانت بتحلف بحياتها. لولا خالتي اللي كانت موجودة وحاضرة كل اللي حصل، واللي واجهت أمي بالحقيقة وقالت لها: أنتي اللي غلطتي لما قفلتي عليها الدنيا وخلتيها فريسة سهلة لإنها ما تعرفش حاجة عن تجارب البشر. أنا كنت ضحية عالم مقفول وهدف واحد، المذاكرة، ومن غير وعي حقيقي باللي بيحصل بره السور ده. وهنا وقفت الحكاية، مش عند الغلطة لكن عند الحقيقة. الحقيقة إن ملك ما كانتش قليلة ولا رخيصة ولا سهلة. الحقيقة إن ملك كانت بنت اتربت على النجاح من غير ما تتربى على الفهم. اتعلمت تحل أصعب المسائل، بس محدش علمها إزاي تحمي نفسها من كلام سهل بيكسر أصعب الحواجز. الصدمة ما كانتش بس في اللي قاله صاحب محسن، الصدمة إن الكلام ده كان بيتقال على بنات كتير بنفس النبرة وبنفس الضحكة. وقتها ملك ما فكرتش في الفضيحة ولا في الناس ولا في الكلية، كانت تايهة مكسورة وحاسة إنها خذلت نفسها وحلم عاشوا عليه أهلها سنين. أكتر حاجة وجعتها مش غضب أبوها ولا حتى دموع أمها، أكتر حاجة وجعتها إن محدش سألها أنتِ عاملة إيه غير خالتها، الست الوحيدة اللي شافت الصورة كاملة واللي قالت كلمة كان لازم تتقال من زمان: انتوا ما ربيتوش بنت ضعيفة، انتوا ربيتوا بنت معزولة. قفلتوا عليها علمها وزرعتوا جواها هدف واحد، وسبتوها تدخل الدنيا من غير درع ولا خبرة ولا وعي. فكانت فريسة سهلة لكلام متغلف بالحب وجواه استغلال بشع. ملك مش بتحكي علشان تبرر ولا علشان تطلب شفقة، هي بتحكي علشان كل بنت تفتكر إن كلمة بحبك مش مبرر للغلط، وإن الثقة ما اتخدتش بالضغط، وإن اللي يحب بجد ما يختبرش حدودك ولا يستعجل ضعفك. وبتحكي كمان علشان كل أب وأم يفهموا إن التربية مش حبس، وإن الحماية مش جهل، وإن أقصى حاجة ممكن نعملها في ولادنا إننا نسيبهم يواجهوا الدنيا من غير ما نفهمهم حقيقتها. دي مش حكاية بنت باعت نفسها، دي حكاية بنت اتضحك عليها بالكلام، والكلام زي ما شفتوا ممكن يكون أرخص حاجة عند اللي بيقولوا وأغلى حاجة عند اللي بيصدقوا.